هنتكلم النهاردة عن أول درس في المنهج اللي بيتكلم عن الست العذراء. الست العذراء هي ابنة يواقيم وحنة. القديسة العذراء مريم هي كانت عندها 3 سنين وقت ما دخلت الهيكل. أبوها وأمها ودوها الهيكل وبعد فترة هما الاتنين اتوفوا. الست العذراء فضلت في الهيكل من وهي عندها 3 سنين لحد ما بقت عندها 12 سنة. فضلت 9 سنين كاملة موجودة في الهيكل. طبعا بعد ال 12 سنة ما ينفعش البنت تكون موجودة في الهيكل، فبعد كده طلعت. بعد ما طلعت من الهيكل وهي عندها 12 سنة خدوها وخطبوها لواحد اسمه يوسف النجار. يوسف النجار ده ازاي وقع الاختيار عليه؟ الكتاب المقدس بيقول لنا ان العصاية بتاعته افرخت وفي حمامة بيضة جات واستقرت على راسه، فده عرفوا ساعتها ان هو ده المختار ان هو يكمل حياته مع الست العذراء. بعد كده الست العذراء كانت واقفة بتصلي، فجأة ظهر لها ملاك الرب جبرائيل، والملاك جبرائيل قال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فطبعا الست العذراء استغربت وتعجبت، طب الكلام ده يحصل ازاي وانا ما اعرفش راجل؟ يعني انا مش متجوزة. قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حتى كمان قال لها ان اليصابات حامل هي كمان، وفي الشهر السادس للحمل. اللي كان بيقول لها دي اللي كانت عاقر، ما كانتش بتخلف. واكد كلامه كده وقال: لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. طبعا الست العذراء لما سمعت الكلام ده ردت وقالت له: هوذا انا امة الرب، ليكن ليك قولك. طبعا الست العذراء من بعد ما سمعت حوار اليصابات قالت ان هي لازم تتحرك على طول تروح لها. وفعلا الست العذراء وصلت عند اليصابات. اليصابات اول ما شافتها قالت لها: مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن اين لي ان تأتي ام رب الي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى التي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. ففي حته صغيره كده الست العذراء بقت تسبح وتقول: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته. بعد كده الست العذراء فضلت قاعده عند اليصابات 3 شهور بس، لحد ما اليصابات وضعت ابنها يوحنا المعمدان. بعد كده الست العذراء رجعت للناصره، وبعد كده بدأت تظهر عليها علامات الحمل. لكن يوسف النجار لما بدأ يشوف كده بدأ يتخض، فظهر له الملاك في حلمه وقال له ما تعملش اي حاجة، لان اللي فيها ده هو حمل من الروح القدس. بعد كده يوسف النجار خد الست العذراء وصعد بيها من الجليل لبيت لحم. علشان ايه؟ علشان انهم يكتتبوا. الاكتتاب ده كان امر بيه اغسطس قيصر ان كل المسكونه يكتتبوا، علشان يبدا يعد زي ما احنا بنقول كده، بيعد المسكونه كلها، بيعد فرد فرد. وهناك في بيت لحم اليهوديه وضعت الست العذراء السيد المسيح. لما تم السيد المسيح 40 يوم خدوه الست العذراء ويوسف النجار ودخلوا بيه الهيكل علشان يقدموا القربان عنه، وده طبعا بحسب شريعه موسى اللي كانت بتنص على كده بالظبط. بعد كده قبل ما يرجعوا على الناصرة جم مجوس من المشرق، وطبعا احنا عارفين قصة المجوس اللي جم عشان بيسألوا عن الطفل المولود اللي كانوا بيقولوا عليه ملك اليهود. طبعا هيرودس الملك طلب من المجوس ان هم يعرفوا مكان الطفل اللي بيقولوا عليه ان هو ملك اليهود ويرجعوا عشان يقولوا له، لكن للأسف هم ما رجعوش. فطبعا لما فقد الأمل ان خلاص المجوس مش هيرجعوا، أمر هيرودس ان هو يقتل كل الأطفال من بداية سن 2 سنين فما دون، اللي هو ولو عنده يوم واحد يتقتل. فطبعا لما حصل الكلام ده ظهر ملاك الرب يوسف في حلم وقال له: قوم وخد مراتك والصبي واهرب على مصر. وفعلا جات العيلة المقدسة لمصر واستقرت في جبل اسمه جبل قسقام. جبل قسقام دلوقتي اللي موجود فيه دير العذراء المحرق، وطبعا كلنا عارفينه. بعد كده ظهر ملاك الرب ليوسف تاني في حلم وقال له: قوم خد الصبي وأمه وارجع تاني لليهودية، لأن هيرودس اللي كان عايز يقتل الطفل مات. وفعلا قام يوسف النجار خد الصبي وخد العذراء ورجع بيهم للناصرة. طيب كان ايه طبيعة العلاقة ما بين الست العذراء وما بين ابنها؟ هو الله المتجسد، هو ابن الله.
ايه العلاقة ما بينهم؟ العلاقة ان كان السيد المسيح كان خاضع لابويه، كان خاضع ليوسف النجار لحد يوم نياحته، وكان خاضع للست العذراء، كان خاضع للاتنين. كمان الست العذراء في يوم عرس قانا الجليل كانت موجود مع السيد المسيح، وهي كمان اتشفعت للناس اصحاب العرس لما فرغ منهم الخمر. كانت دي اول مرة تطلب فيها الست العذراء حاجة من السيد المسيح، ولكن السيد المسيح عمره ما كان يقدر يكسفها، لكن السيد المسيح اجاب طلبها. ودي تدل ان في مكانة كبيرة جدا للست العذراء عند السيد المسيح. فاحنا لما نطلب شفاعتها احنا متأكدين ان اللي احنا نطلبه فعلا ربنا هيديهولنا. غير كده كمان كانت معاه في كفر ناحوم، والاهم من كل ده كانت معاه عند الصليب. حتى في وقت الصليب السيد المسيح امر تلميذه يوحنا انه ياخد الست العذراء معاه عشان تعيش معاه، عشان ما ينفعش تعيش لوحدها. وفعلا من الوقت ده القديس يوحنا احد تلاميذ السيد المسيح خد الست العذراء معاه وعاشت معاه. اخر مرحله في حياه الست العذراء هو وقت نياحتها. وقت نياحة الست العذراء بعد ما باركت التلاميذ وفاضت روحها المقدسة، كان حاضر وقتها السيد المسيح وطغمات نورانية سمائية جميلة جدا من الملائكة كانوا حاضرين في الوقت ده. والوقت ده بعدها طبعا التلاميذ خدوا جسد الست العذراء ودفنوه. لكن بعد فترة جم لقوا ان في قديس ونركز فيه قوي، هو قديس توما الرسول. توما الرسول هو الوحيد اللي شاف جسد الست العذراء وهو بيصعد للسماء مع طغمات ملائكية نورانية، وهو اللي راح أخبر التلاميذ إن هو شاف جسد الست العذراء وهو بيصعد بالملائكة. فكان هو الشاهد الوحيد اللي أخبر بقية التلاميذ بإنه شاف، هو القديس توما الرسول. من فضائل العذراء هي أول حاجة الطاعة، تاني حاجة التسليم، تالت حاجة الاتضاع، ورابع حاجة مشاركة الآخرين. احنا لما نيجي نكرم الست العذراء بنكرمها كأننا بنكرم ابنها بالظبط اللي هو السيد المسيح. فاحنا دايما لما بنيجي نكرم العذراء بنقول والدة الإله، لأن السيد المسيح هو الإله المتجسد. وكمان في مجمع أفسس سنة 431 عشان يأكدوا إن الست العذراء ليها مكانة كبيرة في الكنيسة، وضعوا لنا مقدمة قانون الإيمان اللي هي أولها نعظمك يا أم النور الحقيقي. كمان اسم الست العذراء بيتذكر على أديرة وكنايس كتيرة. طب إيه الهدف من كده؟ إن احنا نعرف كل المؤمنين بفضائلها، بحياتها، بسيرتها كلها. غير كده كمان الست العذراء باركتنا بظهورها لينا يوم 2 ابريل سنة 1968. استمر الظهور ده لمدة شهور. الظهور ده كان في كنيسة العذراء في الزيتون. هتلاقوا الأسئلة موجودة عن الدرس ده كله موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. أتمنى أن انتوا تتابعوها وتشوفوا الأسئلة دي، ويا رب تكونوا استفدتوا من الدرس وسيرة الست العذراء. الدرس التاني معانا هو درس نوح البار. البشر كانوا سلالتين. السلالة الأولى اللي هي سلالة قايين اللي قتل هابيل، ودول كانوا ناس أشرار وعاشوا طول حياتهم على شهواتهم. السلالة التانية هي سلالة شيث اللي كان الابن الثالث لآدم، واللي عاشت في مخافة ربنا ومحبة. نتج من الزيجات المختلطة بينهم جيل اسمه الجبابرة اللي كانوا قصاه وأشرار. وسط العالم الشرير ده كان فيه راجل بار اسمه نوح، كان بيحب ربنا وكان ماشي في طريق. فربنا قال لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. وربنا أمر نوح إن هو يعمل فلك عشان يكون مسكن ليه ولعيلته، وكمان ياخد معاه عدد كبير من الحيوانات، ويعمل باب للفلك وشباك في سقفه، وياخد معاه كل الطعام اللي ممكن يحتاجه. وقعد نوح يبني الفلك ده 120 سنة، وطول الفترة دي كان بيدعو الناس ان هم يقدموا توبة لربنا علشان ربنا يغفر لهم وينقذ الارض. وطبعا هم ما سمعوش من نوح، بل كمان قعدوا يضحكوا عليه واعتبروا الطوفان ده من وحي خيالهم. وفعلا دخل نوح واسرته للفلك وقفلوا عليهم الباب وقعدوا فيه 7 أيام لحد ما جه الطوفان اللي قعد 40 يوم. الطوفان وقتها أهلك كل حاجة كانت عايشة على الأرض. المية غطت كل وجه الأرض لمدة 150 يوم، وقعدت ترفع الفلك كده لفوق لحد ما استقر على جبل أرارات. فربنا بعت رياح فهدت المية ونقصت. بعد 40 يوم نوح كان عايز يعرف الأرض نشفت ولا لا، ففتح الشباك وبعت غراب، فراح الغراب ومرجعش. وبعد مدة نوح بعت حمامة، وبعد شوية رجعت له تاني لأنها ملقتش مكان تقف. وبعد مدة نوح بعت حمامة تانية، بس المرة دي رجعت له وهي شايلة ورقة زيتون. وهنا نوح عرف
ان كده الاشجار ابتدت تظهر. وبعد اسبوع نوح بعت حمامة، بس المرة دي ما رجعتش. وقتها عرف نوح ان كده الارض نشفت. وبعد كده ربنا امر نوح ان هو يخرج من الفلك ومعاه كل الحيوانات والطيور. وبعد ما خرج نوح عمل مذبح لربنا وقدم عليه ذبايح شكر. ربنا بارك نوح وولاده وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الارض، وسمح لهم ان هم ياكلوا لحوم الحيوانات والطيور والاسماك بعد ما كان الانسان مش بياكل غير العشب الاخضر. وربنا وعد نوح ان هو ما يهلكش الارض تاني بسبب شرور الانسان، واداله علامه وهي قوس قزح او قوس السحاب. ولاد نوح سام وحام ويافس. يافس معنى اسمه سامي يعني التوسع او الملء. حام معناه ساخن. سام ده اسم عبري معناه مرتفع. سام ويافس اتصرفوا بحكمة مع ابوه، وسام نال بركة ابوه. وكانت ايام نوح كلها 950 سنة وبعد كده مات. طب نتعلم ايه من نوح؟ نتعلم منه ان احنا نثق في ربنا ونصدق في وعوده، وان احنا نبتعد عن الشر والاشرار، ولما ربنا يرعانا ويحفظنا نقدم له شكر. الدرس بتاعنا عن ابراهيم ابو الاباء. ابراهيم اول دعوه جات له ان ربنا كلمه وقال له سيب ارضك وعشيرتك وابيك وروح للارض اللي انا هوريك ليها. وفعلا ابراهيم اطاع الكلام ده وساب البلد اللي هو كان فيها، وكان قاعد في ارو الكلدانيين سابها وانتقل لمدينه اسمها حران، ومن حران راح كنعان، دي البلد اللي ربنا قال له عليها. اول ما وصل كنعان ربنا ظهر لابراهيم عشان يشجعه ويعرفه ان هو اطاع الكلام بتاعه. وابراهيم اول ما ربنا ظهر له عمل مذبح في كنعان وقدم ذبيحه، ودي كان اول مره ابراهيم يقدم ذبيحه، وكانت ذبيحه شكر لربنا وعشان يقول لربنا انا هطيع اي حاجه انت هتقولها. بعد ما ابراهيم وصل كنعان كان هو وساره مراته ومعاه لوط ابن اخوه. بعد فتره حصل مجاعه في الارض دي، وابراهيم عمل حاجه مش صح شويه، ان هو قرر ان هو ينزل على مصر من غير ما يستشير ربنا ومن غير ما يصلي. وفعلا خد مراته ولوط ابن اخوه ونزل على مصر. قبل ما يخش مصر قال لساره انت امراه حلوه وانا اخاف ان هم يقتلوني بسببك، فاحنا هنقول قصاد الناس في مصر ان انت اختي مش مراتي. وفعلا قالوا كده ونزلوا قعدوا في مصر فتره. عشان ساره كانت جميله فناس كتير قالت لفرعون مصر ان في واحد اسمه ابراهيم معاه ابن اخوه لوط وساره اخته وشكلها حلو ممكن تاخدها زوجة. فعلا فرعون جاب سارة لبيته عشان يتجوزها، لكن ربنا اللي بيحبنا جدا ما أردش ان يحصل الغلط ده، رغم ان ابراهيم ما خدش رأيه لكن هو قرر ان هو يحمي ابراهيم. وحصل ضربات كتيرة على بيت فرعون، الضربات دي كان منها امراض وحاجات صعبة كتيرة لدرجة ان فرعون عرف ان في اكيد حاجة غلط حصلت، ونادى ابراهيم وقال له قول لي ايه الغلط اللي في الموضوع، انا حاسس ان في حاجة غلط بتحصل. قال له بصراحة ان سارة دي مراتي مش اختي، وانا ضحكت عليكم او كدبت عليكم عشان خفت ان انا اتقتل بسببها. قرر فرعون ان هو يمشيهم من مصر وقال لهم خدوا حاجاتكم واطلعوا من مصر. وخد ابراهيم مراته ساره ولوط ابن اخوه ومشيوا من مصر، بس خدوا معاهم جاريه اسمها هاجر المصريه. ومن هنا دخل لشعب ربنا عاده ما كانتش موجوده قبل كده ان يكون ليهم جواري، دي ما كانتش حاجه موجوده عند شعب ربنا، وعرفها ابراهيم لما نزل مصر. رجع ابراهيم لارضه وقعد في الارض اللي كان ربنا قايل له عليها كنعان. بعد فتره حصل ان رعاة لوط ورعاة ابراهيم اتخانقوا مع بعض، فجه لوط يشتكي لابراهيم. ابراهيم رغم ان هو الكبير لكن هو ما حبش يحصل خصام ما بينه وما بين لوط، فقال له لا تكن منازعه بيني وبينك. قال له شوف الارض اللي انت عايزها واختار اي مكان، والمكان اللي انت هتختاره انا هروح المكان التاني. ولوط بص على الارض كلها، شاف ساعتها ارض سدوم ان هي ارض مليانه خير. ارض سدوم كانت ارض وحشه بشعبها، كان شعبها بيعملوا شر كتير، وكل المدن اللي حواليها في ما بينهم خلاف ونزاع. لكن لوط ما اهتمش بكده، طلع وخد الرعاة بتوعه وكل حاجاته وراح لأرض سدوم. إبراهيم فضل في أرض كنعان وكون علاقات حلوة بكل الجيران اللي حواليه. بعد مدة البلاد اللي حوالين سدوم قرروا ان هم يهجموا على سدوم وياخدوا الخير اللي فيها، وفعلا هجموا على سدوم وقتلوا وأسروا ناس كتير منهم، وكان منهم لوط وأهل بيته. سمع الخبر ده إبراهيم، وإبراهيم رغم ان كان لوط ماشي بخلاف معاه الا ان هو قرر ان هو لازم يساعد لوط عشان هو ابن اخوه، بصرف النظر ان كان في خلاف او ان لوط قرر ان هو يمشي ويسيبه ولا لا. جمع إبراهيم كل الرجالة اللي عنده وطلع بيهم على الملوك اللي أسروا لوط، وكسب الحرب ورجع بلوط سليم هو وأسرته. وهو راجع إبراهيم من الحرب قابل ملكي صادق ملك سليم، وده أول ذكر لملكي صادق ملك سليم. وهو ملك ده لما قابل إبراهيم بارك إبراهيم، يعني صلى له وباركه. بعد مدة سارة
كانت عايزة تخلف عشان كان إبراهيم واخد وعد من ربنا إن نسله هيرث الأرض دي كلها. فسارة افتكرت إن ممكن يكون النسل ده مش منها، لأن كان وصل سنها 75 سنة وما كانتش خلفت. فقالت له إحنا معانا هاجر المصرية، ممكن تتجوزها وتجرب، يمكن النسل ده يجي منها. وده برضو حاجة عملها إبراهيم من غير ما يرجع لربنا، واتجوز فعلا هاجر المصرية اللي هي كانت الجارية بتاعتهم، وحملت هاجر من إبراهيم. ولما حصل الحمل ده سارة اتضايقت جدا، وبدأت تتعامل مع هاجر بقسوة جدا وتذلها، لدرجة ان هاجر هربت من البيت عندهم وطلعت قعدت في الصحراء تعيط. وهي بتعيط ظهر ليها الملاك وقال لها ما تخافيش، ربنا شاف الذل اللي انت اتذلتيه في بيت إبراهيم، وهينعم عليك ان انت هتخلفي ولد اسمه إسماعيل وهيكون أمة كبيرة، ارجعي وما تخافيش. وفعلا هاجر رجعت تاني لبيت إبراهيم وخلفت فعلا ولد اسمه إسماعيل. بعد فترة يمر السنين، ولما يوصل إبراهيم ل 99 سنة يجيله ضيوف، 3 ضيوف شافهم جايين فاستقبلهم ورحب بيهم وجاب لهم أكل وغسل لهم رجليهم. 3 ضيوف دول كان ربنا و2 ملايكة. وبعد ما قعد مدة شوية معاهم بدأ ربنا يقول له إن سارة هيكون ليها ولد. سارة لما سمعت الكلام ده ضحكت، لأن هي كانت ساعتها سنها قرب على 89 سنة وإبراهيم 99 سنة، فاستحالة كانوا يخلفوا. لكن الوعد ده اتحقق بعد سنة فعلا، إن سارة خلفت إسحاق. ولما خلفت إسحاق قررت إن هي تسميه باسم إسحاق ده اللي هو معناه الضحك أو البهجة، لأن هي لما سمعت الخبر ضحكت. وكان ساعتها هي سنها 90 سنة وإبراهيم كان سنه 100 سنة. بعد ما إسحاق كبر بمدة ربنا قرر إن هو يختبر إيمان إبراهيم مرة تانية، فظهر لإبراهيم وقال له اديني ابنك وحيدك قدمه لي محرقة. وبصراحة كان إيمان إبراهيم عجيب جدا. تقول الآية وبكر إبراهيم، يعني قام الصبح نشيط، خد ابنه و2 غلمان والحمار حط عليه الحطب وبدأ يمشي للمكان اللي ربنا قال له يروح يقدم فيه إسحاق ابنه وحيده محرقة. بعد ما وصلوا للمكان وهو كان جبل اسمه المرايا، قال للغلمان استنوا هنا مع الحمار، وخد الحطب حطه على كتف إسحاق وقال له تعالى نطلع الجبل عشان نقدم المحرقة. لما طلعوا إسحاق سأله طيب الحطب موجود والحاجة اللي هنقيد بيها النار موجودة، فين الذبيحة؟ فإبراهيم رد عليه وقال له ربنا هيرشدنا للذبيحة. وفعلا إبراهيم طلع بكل طاعة وإيمان في ربنا، وحط إسحاق وربطه ورفع السكينة عشان يذبح إسحاق ويقدمه لربنا محرقة. وظهر ساعتها الملاك وقال له ما تمسش ابنك، ربنا شاف إيمانك وطاعتك العجيبة وهو جاب لك خروف تقدمه بدل إسحاق. وبص لقى جنب الشجرة فيه خروف مربوط من قرونه، قدمه لربنا ذبيحة بدل إسحاق. عاش إبراهيم ل 175 سنة وتنيح، ودفنوا ابنه إسحاق وإسماعيل في مغارة اسمها المكفيلية، دفنوه في المغارة دي. إبراهيم كان شخص مميز جدا عند ربنا، عشان كده ربنا سماه خليله، هو الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي اتسمى خليل الله، يعني صاحب أو صديق ربنا. برضو ربنا لما جه يعرف نفسه للشعب قال أنا هو إله إبراهيم. ده أول شخص يتقارن اسمه باسم ربنا، وده يدل أن إبراهيم كان ليه مكانة جميلة عند ربنا. برضو في مثل لعازر لما ربنا قال أن لعازر مات ونقلته الملائكة إلى أحضان إبراهيم، فهو لما جه يعرف الفردوس قال إن في إبراهيم وإن الملائكة بتنقل اللي بينتقل إلى أحضان إبراهيم. وده يورينا قد إيه إن إبراهيم ليه مكانة مميزة عند ربنا. أول درس في الوحدة التانية بيتكلم عن إننا كمواطنين مسيحيين المفروض نكون مواطنين صالحين. الكتاب المقدس بيقول أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. المسيحية بتدعونا إننا نكون مواطنين صالحين، بنحترم الوطن وحكام. طيب إيه هي مبادئ المواطنة؟ أول حاجة الحب. المواطنة في الأساس هي حب الوطن، والحب هو وسيلة للاتحاد. تاني مبدأ وهو الوعي. نلاقي المسيح بيقول لنا فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. ونلاقي أن تاريخ الكنيسة حافل بشخصيات عملاقة جدا من أعمدة الفكر والفلسفة، زي مثلا القديس أثناسيوس والقديس أغسطينوس. ثالث حاجة من مبادئ المواطنة وهي المرونة. يعني إيه المرونة؟ يعني ان انا لازم اكون بقبل الكل. لازم يكون عندك المرونة القوية ان انت تتعامل مع كل الناس اللي مختلفة معك. يبقى نراجع تاني، اول مبدأ وهو الحب،
تاني مبدأ الوعي، والتالت المرونة. رابع حاجة هي المشاركة الإيجابية. المسيحي مش منعزل عن المجتمع، لكنه بيبادر لخدمة الآخرين. نلاقي الكتاب بيقول لنا أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. آخر مبدأ من مبادئ المواطنة وهو الالتزام بالحقوق والواجبات. طيب ايه مسؤوليات او واجبات المسيحي؟ اول حاجة انه يكون صادق في كل حاجة بيقولها. الكتاب المقدس بيقول اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق. تاني حاجة انه يكون عنده امانة في شغله. يعني مثلا انت لو طالب دلوقتي في المدرسة، انت ملتزم انك تكون بتذاكر دروسك، وفي الامتحانات المفروض انك تكون امين وما تغشش. نلاقي الكتاب المقدس بيقول لنا اتقوا الرب واعبدوه بالامانه من كل قلوبكم. ومن مسؤولياتك كمان وواجباتك ان انت تكون بتحافظ على الملكيه العامه والملكيه الخاصه. النقطه اللي بعد كده انك تكون بتدي الكل بدون تمييز، وبتسعى ان انت تكون بتدافع عن المظلومين. طيب ايه مزايا المواطنة؟ 3. اول حاجة ان هي بتحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي. الانتماء للوطن ده احتياج نفسي، لان الانسان بطبعه مخلوق اجتماعي. تاني حاجة المواطنة بتخلي الانسان يحس بدوره في المجتمع. تالت حاجة المواطنة بتحقق الوحدة الوطنية. التاريخ المصري عمره ما هينسى ان القنبل سيرجيوس كان هو خطيب ثورة 1919 لما قال إن الإنجليز لو واخدين الأقباط حجة علشان يفضلوا في أرض مصر فليمت الأقباط وتحيا مصر حرة مستقلة. وإحنا كمان لازم نكمل الدور ده، لازم نكمل دور البناء والتعمير في الوطن بتاعنا. الدرس الثاني بيتكلم عن المحبة والبعد عن الإدانة. في آية حلوة قوي بتقول لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره. طيب هي إيه المحبة دي؟ المحبة هي الرباط المقدس اللي بيربط الناس بالله، هي جوهر الدين أصلا. ما نقدرش نوصل لمحبة الله من غير ما نحب الناس. المحبة هي الشريعة وناموس المسيحية، هي الفضيلة العظمى اللي في الناموس وأول ثمار الروح القدس. طب ازاي نعيش حياة المحبة مع الكل؟ اول حاجة حول حبك لافعال. شوف صفات المحبة ايه اللي في كورنثوس الاولى اصحاح 13 وابدأ نفذها. فالمحبة تتأنى وترفق، لا تحسد، لا تتكبر، لا تظن السوء، مش بتفرح بخطايا الغير، بتتمنى كل حاجة كويسة للناس، بتحتمل ضعفاتهم وبتصبر من غير حدود. تاني حاجة حاول تعيش المحبة دي مع كل الناس. الكتاب المقدس بيوصينا بالمحبة الكاملة لكل الناس. تالت حاجة اتعلم الصبر والاحتمال وطول الأناة. والرب يسوع نفسه ادانا مثال لما احتمل التلاميذ وصبر على ضعفاتهم وشجعهم. يبقى نعيش المحبة عن طريق انها تتحول لأفعال وتكون قوية لكل الناس، ونصبر ونحتمل ويكون عندنا طول أناة. بعد كده الدرس اتكلم عن الإدانة. هي ايه الإدانة؟ الإدانة مش بس ان هي الذم في الآخرين او ان انت تكون بتحكم عليهم، ولا ان انت تسيء الظن بيهم. الإدانة ان انت بتتعدى على حق الله لأن هو الوحيد اللي له حق الدينونة. كمان الإدانة هي عدم محبة. ليه بقى؟ لأن المحبة بتستر كل العيوب، فما تحكمش على حد ولا أصلا تشوف أخطائه. كمان المحبة بتحتمل حتى لو في أخطاء، فلو أنت أدنت حد على حاجة غلط هو عملها يبقى أنت كده ما عندكش محبة. طب إيه علاج الإدانة؟ 3 حاجات ببساطة شديدة. أول حاجة حاول تحب الناس وتحترمهم حتى لو هم أساءوا ليك. الرب يسوع بيقول لنا باركوا ولا تلعنوا. الكتاب المقدس بيقول لنا باركوا ولا تلعنوا. تاني حاجة استغل وقت فراغك. استغله بقى في أي حاجة، خدمة، زيارة مريض، عمل يدوي، أي حاجة. آخر حاجة حاول ما تسمعش أصلا الإدانة. آخر حاجة ابعد عن القعدات اللي الناس أصلا بتقعد تتكلم فيها عن بعض. لو معرفتش تغير الكلام اللي هما بيقولوه ما تقعدش معاهم واشغل نفسك بأي حاجة. ولما تسمع حاجة عن حد حاول ما تصدقهاش وصلي من أجل الشخص ده. الدرس اللي هنتكلم فيه النهاردة بيتكلم عن الصداقة. هل في فرق بين الصداقة والزمالة؟ الإجابة أيوة، في فرق. الصديق هو الشخص اللي انت بتفتح له قلبك وبتحبه حب طاهر وبتحس معاه بالارتياح وبتفضله كمان عن نفسك من غير ما تكون عايز منه اي منفعه شخصيه. انما الزماله هي مجرد ناس انا اعرفها موجوده معايا في الشغل في المدرسه مش اكتر، انما مش شخص افتح له قلبي. يعني الزماله عباره عن حاجه بتقف عند حد معين من العلاقات الانسانيه. ايه اسس الصداقه الحقيقيه؟ اول حاجه واهم حاجه ان محبتها تكون محبه صادقه. يعني ايه محبه صادقه؟ يعني تكون محبة بدون أي شك وأي رياء وما تتغيرش بتغير الظروف. تاني حاجة إن يكون في أمانة في حفظ الأسرار. تالت حاجة إن يكون في مشاركة في المشاعر وفي الاحتياجات، لأن الصديق الحقيقي بجد هو اللي بيعرف إنه يتألم لألمك ويفرح لفرحك. رابع حاجة إن الصداقة تكون صداقة مقدسة، لأن الصديق اللي بجد هو اللي بيساعدك على نقاوة قلبك وعلى إنك تحب ربنا وتحفظ حياتك من الخطايا. طيب إيه هي أهمية الصداقة؟ أول حاجة
الصداقة هي احتياج نفسي وإنساني، لأن الإنسان بطبعه ربنا خلقه مخلوق اجتماعي. ونلاقي الكتاب يقول لنا إن 2 خير من 1، لأن أن وقع أحدهم يقيم رفيقه. تاني حاجة، الصداقة مهمة لأن هي بتحقق المحبة المسيحية الحقيقية، لأن بالصحوبية دي أنت بتبعد نفسك عن الأنانية وعن سوء الظن، وبتبين مشاعر محبة وعطف ورحمة لصديقك اللي أنت بتحبه. ولو احنا بندور على مثل من الأمثلة اللي احنا عارفينها، هنلاقي أصدقاء المفلوج زي ما عملوا معاه، شالوه من مكانه لحد ما وصل للمسيح في المكان اللي كان فيه، لمجرد بس ان هم يشوفوه ماشي وبيتحرك تاني. فلما المسيح شافهم وشاف إيمانهم، قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. تالت حاجة على الناحية الاجتماعية، هنلاقي ان الصداقة مجال للتعاون في الدراسة وفي الحياة الاجتماعية. ومثال على كده هنلاقي صداقة يونسان ابن شاول الملك مع داود. لما طلب شاول من ابن يونسان انه يقتله داود، هنلاقي ان يونسان رفض وما نفذش الامر، لانه لو عمل كده كان هيبقى بيخالف وصايا ربنا، وكان هيبقى مش امين في صداقته مع داود. طيب ازاي نختار صحابنا؟ اول حاجه، اختار الصديق اللي انت بتستريح له روحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا، بحيث انه يكون بينكم حاجه مشتركه زي اجتماعات صلاه، نحضر قداس. تاني حاجه، اختار صحابك تكون من الاشخاص غير المستهزئين. وهنا افتكر الايه اللي بتقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لان مجرد بس القعاد مع الناس دي مش هيكون بيديك بركه، لا وكمان من السهل ان انت تكون هتمتص طباعهم، ان كان شتيمه او حلفان او شك او حاجات تانية غيرها كتير. كمان اختار صديقك اللي توافق عليه اسرتك، لانك لازم تكون بتطيع باباك ومامتك، لان هم اكتر ناس بتخاف عليك وبيحبوك. وده على فكره ما يعتبرش انه تدخل في شؤونك ولا حاجه، لان هم فعلا بيكونوا خايفين عليك. وكمان حاجه مهمه تخلي بالك منها، لازم تخلي بالك من اصدقاء السوء، لان هم ساعات بيكونوا مصدر للادمان والحاجات تانية مش كويسه كتير. طيب ايه هو الادمان؟ ببساطه الادمان هو ممارسه عاده سيئه ضاره بطريقه ملحه وما بتكونش قادر انك تتحرر منها. في نوعين من الادمان، النوع المتعارف عليه زي السجاير، الخمور، المخدرات. وطبعا كلنا عارفين ان حاجه زي التدخين ضررها في اتلافها للجهاز التنفسي، لانها بتحتوي على مواد ضاره زي النيكوتين والاطران. ولو جينا للخمور هنلاقي ان هي ضررها في اتلافها للمخ والكبد. وطبعا كل الادمانات دي بتكون عار على الاسره وعلى المجتمع، وممكن تؤدي لخطايا كتيره جدا زي السرقه والكذب والقتل. غير كده اهم حاجه ان احنا ما ننساش ان جسدنا ده هيكل الله، وصحتنا دي لازم نحافظ عليها لانها وزنه وهنتحاسب عليها. ألستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، فمجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله.